محاولة رئاسة الجامعة تلفيق تهمة المناضلين، حيث أن رئاسة الجامعة ليلة البارحة طالبوا حوار الصباح، وكان ملي دخلوا الطلبة ديالنا يديروا الحوار دخلنا مجموعين، ما بقى حتى واحد، بقينا في قاعة الاجتماعات اللي ما يزيد عن 20 دقيقة. من بعدها تعطوا علينا، قررنا الخروج. إذ بنا مفاجأ بأن اللوازم ديال الاعتصام الديمقراطية داخل رئاسة الجامعة في محاولة منهم لفض الاعتصام بطرق متساوية، حيث أنهم قرروا ربطوا الاتصال بالجهات المسؤولة أمنيا، وقالوا لهم هاد الناس اقتحموا وتعرقوا لنا المرفق العام، وحنا جاو الناس ديال الامن وبقاو الطلبه المعتصمين واقفين. كاين اللي حاضر الواقعه، كاين اللي اصلا ما حضرش الواقعه، كاين اللي باقيين يعس امام العماده. من بعد هاد محاوله تلفيق التهم، الطلبه المعتصمين حسوا بانهم ما بقاش عندهم واحد الامن في رئاسه الجامعه وامام العماده، وارتأوا الخروج السلطه الاقليميه الاعتصام حتى اضافه الطعام مفتوح، ما كاين لا غطيه لا افرشه في العراء امام العماله. وهذا بعد هذه الخطوه تاتي من بعد احراج العباده ورئاسه الجامعه. اخرجناها ب 53 يوم من النضال السلمي الراقي، موقع خطأ غير قانوني ادى الى عرقله المرفق العام. ارتأوا انهم يقوموا بهذه الخطوه الممنهجه المنسقه فيما بينهم، وكذلك الاحراج ديال الجامعه ومعها وزاره التعليم العالي من طرف الجمعيات الحقوقيه وجمعيه المجتمع المدني اللي قررت تبني الملف من بعد معرفه ان الخيوط ديال هذا الملف، الخيوط ديالو من توقيت ماستر ومن الابتحاث ديال الماليه ديال التمويل المستمر تبنى تبع الجمعيات والاحراج ديالها، قرروا هذه الخطوه اللي سنعتبروها خطوه جبانه، واللي يعني اثرت فينا كثيرا لان حنا كنا بدايرين الحسنيه وتنتحاوروا، عيطوا لنا في العماله، عيطوا لنا في الجامعات تنتحاوروا، وشكرا جزيلا. جامعة فاسدة، أنا مغربي، أنا مغربي.